تزوجها وكشف عن وجهها فوجدها سمراء وليست جميلة، فهجرها في ليلة الزفاف، واستمر الهجران بعد ذلك. فلما استشعرت زوجته ذلك ذهبت إليه وقالت له: يا مالك، لعل الخير يكمن في الشر. فدخل بها وأتم الزواج، ولكن استمر في قلبه ذلك الشعور بعدم رضاه عن شكلها، فهجرها مرة ثانية، ولكن هذه المرة هجرها 20 عاماً، ولم يدري أن امراته حملت منه. بعد 20 عاماً رجع إلى مدينته حيث يوجد بيته، وأراد أن يصلي، فدخل المسجد فسمع إماماً يلقى درساً، فجلس فسمعه فأعجب وانبهر به، فسأل عن اسمه، فقالوا: الإمام أنس. فقال: ابن من هو؟ فقالوا: ابن رجل هجر المدينة منذ 20 عاماً اسمه مالك. فذهب إليه وقال له: سوف أذهب معك إلى المنزل، ولكن سأقف أمام الباب وقل أمك: رجل أمام البيت يقول لك: لعل الخير يكمن في الشر. فلما ذهب وقال لأمه قالت: أسرع وافتح الباب، أنه والدك أتى بعد غياب طويل. لم تقل له أنه هجرنا 20 سنة، ولم تذكر أباه طوال غيابه بسوء، وكان اللقاء حاراً، وكان ابنه هو أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، وراوي أحاديث الرسول الصحيحة. أحياناً كثيرة نهرب من الأمور والأشخاص الذين لا يأتون على ما تشتهي أنفسنا، وتغيب عنا مقولة: لعل الله أراد بذلك خيراً. لا يؤخر الله شيئاً إلا لخير، ولا يبكيك اليوم إلا لخير، ولا ينزل عليك بلاء إلا لخير. لا تنسى مشاركة الفيديو واجعلها في ميزان حسناتك، ولا تنسى ذكر الله والصلاة على النبي.